بيت نضيف يعني بيت مليان رزق وخير وبركة. بيت نضيف يعني بيت فيه ملايكة وفيه روح حلوة وفيه طاقة إيجابية، يعني بتجذبي لحياتك كل حاجة حلوة، كل حاجة جميلة. صباحكم ورد وفل وياسمين وصباح الخير عليكم جميعا. يا رب تكونوا بخير، ويا رب النهاردة ان شاء الله فيديو النهاردة يكون كده فيديو خفيف عليكم ويعجبكم. بس طبعا قبل اي حاجة وقبل ما نبتدي في روتين النهاردة، حط اللايك الجميل بتاعك واشتركي معايا في القناة وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. اساسيات حلوة قوي لو انت عملتيها وانت بتنضفي بيتك هتفرق معاكي جدا. الاساسيات دي يعني هنتكلم كده في حاجة حاجة. اول حاجة انت لازم تعمليها ان انت تفتحي شبابيك البيت بتاعك، ان انت لازم تهوي البيت بتاعك ولازم تجددي من الهواء الموجود واللي انتوا كنتوا نايمين فيه. لا، لازم تجددي الهواء ده اول حاجة اساسية انت لازم تعمليها في بيتك. تاني حاجة ان وانت بتغسلي المواعين بتاعتك بتكون جنبك شنطة صغيرة بتجمعي فيها كل بقايا الاكل وكل الكراكيب وكل الحاجة القذورات اللي عندك، بنجمعها في الشنطة دي. واول ما تخلصي المطبخ بتاعك وتخليه زي الفل، الشنطة دي تقفليها كويس قوي. حتى لو مش هترميها في نفس اليوم او مش عارفة ترميها في نفس اليوم، فانت كفاية عليكي ان انت تقفليها قفلة محكمة، بحيث ان هي مفيش حشرات يدخلوها او تتعرض لهاموش او اي حاجة من دي. من ضمن الاساسيات اللي هي لازم تكون عندك في البيت ان انت لازم يكون عندك راديو صغير، راديو تسمعي منه يعني طاقة كده ايجابية وطاقة روحانية في البيت لازم تعمليها لنفسك. الراديو فعلا بيعمل طاقة روحانية حلوة قوي دايما كده وانت واقفة بتسمعيه في المطبخ او في ايا كان اي مكان في البيت عندك، دايما بتذكر ربنا، دايما بتصلي على النبي، دايما بتتدبري ايات القرآن اللي انت بتسمعيها. فمهم جدا 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 ان انت يكون عندك راديو صغير كده تستخدميه وتشغليه على طول عندك في البيت. دايما كده اجدادنا كانوا بيقولوا كده مقولة حلوة قوي: اكنس بيتك ورشه ما تعرف مين هيخشه. فدايما يكون ايدك في البيت بصفة مستمرة، دايما بتنضفي بشكل مستمر، ومش عشان كمان مثلا انت مستنية حد او مش عارفة مين اللي هيخبط على بابك النهاردة، ده عشان نفسك انتي وعشان انتي تبقي قاعدة نفسيا مرتاحة. لان اهم حاجة ان انتي تهتمي بنفسيتك وتهتمي يعني دايما النظافة يا بنات بتجيب صحة نفسية وبتجيب راحة نفسية، بتجيب راحة غير البيت اللي هو مليان قذورات. اولا مش هتدخلوا ملايكة خالص، ثانيا انتي مش هتبقي مرتاحة نفسيا، فطاقتك هتكون سلبية وهينعكس على كل حد انتي بتتعاملي معاه حرفيا. فمن الافضل ومن الاحسن انتي تكنسي بيتك دايما وترشيه وتعرفي مين هيخشه عشان كمان نفسيتك تكون مرتاحة. من ضمن العادات المهمة جدا اللي انت لازم تعمليها وانت بتغسلي المواعين بتاعتك ان انت ما تعينيهاش غير وهي ناشفة خالص. طب انا مش هقدر انشف كل ده، احنا بنجيب فوطة زي ما انت شايفة قدامك دلوقتي، فوطة بنسميها كده منشفة، وتفرديها وتفردي عليها الحاجة تحطها على وشها لغاية لما تصفي كل المية اللي فيها، وبعد كده تعينيها وهي ناشفة. طيب فايدة ده ايه؟ فايدة ده ان انا لما اعين الحاجة ناشفة، الحاجة لو اتعملت مبلولة، اولا لو انت حطيتها في دولاب المطبخ فهو ممكن يبوظ، ثانيا وده الاهم بقى ان هو هيجمع حشرات كتيرة جدا. فعشان وغير طبعا الريحة اللي مش لطيفة اللي هتحصل، فانت عشان تتجنبي كل ده خليكي احسن تعيني الحاجة ما فيهاش نقطة مية خالص وتكون متهوية. مش هتعرفي تحققي ده غير لما تعملي اللي انا بقولك عليه، ونجيب الفوطة او المنشفة بتاعتك وتفرديها على الحوض وتنشفي عليها الحاجة الأول، وبعد كده تعينيها وهي ناشفة وزي الفل. من ضمن الحاجات الأساسية اللي انت لازم تعمليها ان انت بعد ما تغسلي المواعين ما تستكفيش بده، يعني ما اللي هو غسلت المواعين واطلع بقى من المطبخ، لا، انتي لو ما فنشتيش المطبخ بشكل صح كأنك ما عملتيش المواعين وكأن المطبخ ما نضفش. بمعنى انا غسلت المواعين يبقى لازم انضف الرخامات بتاعتي كويس قوي، لازم الارض اكنسها وامسحها، لازم ارش معطر او اعمل بخور في البيت.
أنتِ لو ما عملتيش كده مش هتحسّي بالراحة النفسية أو هتحسّي برضه المطبخ بتاعِك دايمًا مكركب ودايمًا مش نضيف ودايمًا ريحته مش لطيفة، فأنتِ عشان مطبخِك دايمًا يكون نضيف ما تستكفيش بس إن أنتِ تغسلي المواعين وخلاص، لأ أنتِ لازم ت ت تفنّشيه كويس. يعني إيه أفنّشه كويس؟ يعني البوتاجاز لازم يتغسل، آآ يتلمّع، وأنتِ لو عملتِ ده كل يوم هيبقى سهل عليكِ جدًا، مش هتتعبي ومش هتدعكي، لأ هيبقى الموضوع موضوع تلميع كده من على الوش، بس في نفس الوقت هتحسي بالنضافة والريحة اللي أنتِ بتتمنيها في بيتِك. فأنتِ بعد ما تخلّصي مواعينِك امسحي الرخامات كويس، امسحي الأرض بتاعتِك كويس، الحوض بتاعتِك الحوض بتاعِك اغسليه كويس، رُشّي معطر، شغّلي بخور عشان تقدري تحسي بالراحة النفسية الجميلة اللي أنتِ بتتمنيها. أنا حاسة إن إحنا اتكلمنا عن المطبخ كتير أوي، تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن الترويق بشكل عام. مثلًا أنتِ لميتِ الغسيل أهو، ما تسيبيهوش كده تكوميه على جنب وتسيبيه وخلاص واسمِك غسلتِ، أو تيجي تنشري بقى غسيل جديد وأنتِ لسه أصلًا ما طبقتيش القديم. فأهم حاجة أساسية يا بنات إن أنتِ تطبقي الغسيل بتاعِك وتعيني كل حاجة في مكانها الصح. تعيني واللي هو باراجع على الضرفة دي مترتبة صح والّا لأ. لو مش مترتبة صح أو متفركشة أو متنعكشة وأنا بعين الغسيل في الدولاب، أروقها أو أطبقها، يعني فاهمين، أنظمها بسرعة قبل ما الدنيا تبوظ مني وقبل ما أحس إن خلاص الدولاب كله باظ، وأنا يعني هاحتاج مجهود كبير ووقت كبير أوي عشان إن أنا أنضفه أو إن أنا يعني أرتبه. فالإيه، عشان أكسب مجهود كل مرة وأنا باعين فيها الهدوم بتاعتي في الدولاب أبدأ إن أنا أضبط كل حاجة في مكانها. ده هيوفر عليا مجهود كبير جدًا، 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 ووقت كتير أوي، وهتحسي إن أنتِ دايمًا دولابِك نضيف ودايمًا دولابِك منظم ومرتب. حاولي كمان تبدأي يومِك بالغسيل، ابدأي اليوم بتاعِك اخلصي من الغسيل، يا إما يكون في دورة غسيل في الغسالة، يا إما بتنشري الغسيل، يا إما بتطبقيه، وأنتِ لما تعملي كده هتخلصي من هَم الغسيل، لإن كومة الغسيل اللي قدامِك سواء في الغسالة أو على السرير أو على الكنبة أو على المنشر دي بتعمل يعني عارفين كده طاقة سلبية واكتئاب مش طبيعي، وبتحسيها الناس عندها تطبيق الغسيل ده حاجة متعبة ومرهقة جدًا، أو نشير الغسيل، فأنتِ اخلصي منه في بداية اليوم، الحاجة الصعبة اعمليها في الأول عشان تحسي إن أنتِ أنجزتِ حاجات مهمة وتقيلة في يومِك، فده هيفرق جدًا في نفسيتِك. ودايمًا استخدمي معطر ملابس في هدومِك في الغسالة، أو تستخدمي دلوقتي مثلًا أوكسي منزّل مسحوق، اللي هو البودر العادي بتاعه بس بريحة نسيم الشرق، فأنتِ بتحسي ريحته فواحة أوي، ريحته باينة أوي في الهدوم حتى بعد ما بتلمي الغسيل من على الحبل فريحته بتبان. فدايمًا خلّي كده ريحة غسلِك حلوة، ريحته كده باينة مفحفحة كده مش ريحة كمكمة وريحة أو مالوش ريحة أو ريحة مش لطيفة. لأ دايمًا اهتمي إن غسيلِك يكون ريحته حلوة أوي، 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 لإن ده بيفرق بقى في ريحة الدولاب بتاعِك، ويفرق وأنتِ بتلبسي الهدوم بتاعتِك. وطبعًا عايزة أنوّه على حاجة مهمة جدًا، إحنا دلوقتي في عز فصل الصيف. بمعنى إن إحنا لازم نهتم، أنتِ لبستِ dress لبستِ أي حاجة وأنتِ خارجة ما تلبسيهاش تاني غير بعد ما تشطفيها بشوية مَيّة، أو تحطي عليها شوية معطر، أو مثلًا خلاص إنها مش نضيفة فعلًا حطيها في الغسالة واغسليها كويس مسحوق، لإن فعلًا الصيف بيدّي ريحة مش لطيفة خالص ومش حلوة خالص. فأنتِ لازم، لازم، لازم تكوني مهتمية بالنقطة دي، وتكوني حريصة الهدوم اللي ألبسها ما انزلش بيها تاني غير وأنا غاسلاها وأنا شاطفاها كويس أوي. وبعد ما اتكلمنا بقى على كل النصايح وكل الحاجات الأساسية اللي انتِ لازم تعمليها، لازم يا ست الكل أدوّر على راحتِك النفسية، ولازم تكافئي نفسِك بعد يوم طويل مرهق متعب ما حدش هيقدر يعمله إلا انتِ. لازم تكافئي نفسِك بكوباية القهوة بتاعتِك، بآيس كريم لوحدِك تاكليه كده في روقان وعيالِك نايمة، لإن لو هُم صاحيين أكيد مش هتتهنّي عليه ومش هتشمي ريحته أصلًا. تجيبي لنفسِك chocolate كده حلوة، بسكوتة حلوة، كافئي نفسِك، اقعدي مع نفسِك، افتحي الشباك. دايمًا من أكتر الحاجات اللي بتريحني نفسيًا إن أنا أفتح الشباك أو أقف في البلكونة وأشوف السما، أشوف براح ربنا، أشوف خلق ربنا، يعني فاهمين السما دي باحس كده إن في تواصل بيني وبين ربنا. فمن أكتر الحاجات اللي بتريحني نفسيًا إن أنا أقعد في البلكونة ساعة المغارب كده، ساعة المغربية،
أو ساعة المغرب وابص على السما واتفرج على السما قد ايه ده بيريحني نفسيا. فانت كمان حاولي انت تشحني طاقة ايجابية، شوفي ايه، دوري انت بتحبي ايه ولازم تعمليه في نهاية يومك، لازم تكافئي نفسك مكافأة تستاهلي التعب اللي انت تعبتيه طول اليوم. ودايما بقولك الحاجة اللي انت بتعمليها محدش تاني يقدر يعملها ولا يعمل حتى ربعها، فانت تستحقي ان انت اللي تقدري نفسك، ما تستنيش حد يقدرك، لا نقدر نفسنا بنفسنا. مش مستنيين اي حد ان هو يقول لنا كلمة حلوة، انت داعمة لنفسك. ويلا بقى سيبوني اشرب بقى كوباية القهوة كده مع نفسي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. ويا رب يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد، وبإذن الله هتاخدي استفادة ونصايح حلوة جدا. باي باي.